تخيل كده معايا إنك محبوس في أوضة ضلمة لسنين، مفيش غير ثقب صغير بيدخلك خيط نور ضعيف. أغلب الناس هيتجننوا، بس الحسن بن الهيثم قرر في اللحظة دي إنه غير تاريخ العلم للأبد. قبل 1000 سنة العالم كله كان فاكر إننا بنشوف لأن عينينا هي اللي بتطلع النور على حاجات، ولكن ابن الهيثم في عزلته أثبت العكس، قال لنا إن النور هو اللي بيخبط في الحاجة ويرجع لعينينا. وبكده وحتى أول حجر أساس لعلم البصريات الحديث. ابن الهيثم ما كانش مجرد عالم، ده كان أبو المنهج العلمي. هو اللي علمنا إننا ما نصدقش أي حاجة مكتوبة من غير تجربة ولا دليل. ومن قلب الغرفة المظلمة بتاعته اللي هو اخترعها جت فكرة الكاميرا اللي هي في إيدك دلوقتي. سافر لمصر عشان ينظم فيضان النيل، ولما لقى الإمكانيات وقتها مش كفاية استغل ذكائه وكمل أبحاثه اللي نورت عقول أوروبا لسنين طويلة. الحسن بن الهيثم العبقري اللي لولاه كان زمان العالم لسه عايش في الضلمة. تفتكروا مين من علمائنا يستحق إننا نحكي عنه قصة المرة الجاية؟